في الفيديو ده خلينا مع بعض كده نشوف اهم التفاصيل اللي اتقدمت معانا في فيلم انكريدبلز الجزء الاول، ونشوف ازاي بيكسار قدرت ان هي تربط كل الافلام بالفيلم ده. ففي القائمه دي هنشوف اشارات ذكيه وتفاصيل خفيه في انكريدبلز كتير من الناس ما خدتش بالها منها. فاول حاجه معانا صوت شخصيه اندرو ماينر. فالممثل جينيرال سبيرنجار دايما بيتوصف انه تميمه حظ استوديو بيكسار، لان ادى صوت شخصيه في كل فيلم من افلام بيكسار لحد فيلم انكريدبلز. فقبل الفيلم ده كان بالفعل عمل صوت الخنزير اللي كان معانا في توي ستوري، وكمان الراجل الثلجي في شركة المرعبين المحدودة، غير كمان مجموعة السمك في فيلم فايندينج نيمو. فيا ترى هيكون فين في فيلم انكريدبلز؟ المخرج والمؤلف هنا ما اتبعش كل تقاليد بيكسار لما عمل ذا انكريدبلز، بس قدر بالفعل يدخل جون في الفيلم برضه وخلاه يعمل صوت الشرير اندرو ماينر. الشخصيه دي ظهرت في اخر الفيلم، وصوت الممثل جون كان هو اخر صوت يتسمع قبل التترات. طيب من اهم التفاصيل بعد كده دكتور هيدسون. فاكر الجمله الشهيره بتاعه فيلم برق بنزين وهي خفيف زي السهم راسي زي التريلا؟ بيكسر عندهم عاده ان هم يضيفوا ايستر ايجز لافلام لسه ما نزلتش. فبعد بس سنتين من ذا انكريدبلز فيلم كارز نزل وكسر الدنيا في السينمات. الغريب ان في شويه اشارات لفيلم كارز كانت ظهرت في انكريدبلز اللي قبله. في مشهد ممكن تكون لاحظت عربيه مطافي شبه جدا شخصيه ريد من كارز، وفي مشهد اكبر واوضح وقت المعركه الكبيره في المدينه. لو ركزت شويه وسط خناقه الراجل الآلي هتلاقي عربيه هيدسون شبه الدوك هيدسون واقفه في الشارع. وبما ان مستر انكريدبل مش مبسوط قوي من عربيته التعبانه، فيمكن كان لازم يتعاون مع دوك عشان خاطر يقدروا فعلا يطاردوا المجرمين سوا. برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي لاحظتها اليوفط بتاعت المحلات، وهم بيراقبوا المدينة صبحي وتلجاوي ركنوا عربيتهم بين محلين بأسماء مألوفة. على جنب كده في الشارع بنشوف محل يسمى أنديز، ودي إشارة واضحة لأندي صاحب وودي وباز في توي ستوري. والناحية التانية بنشوف محل يسمى ليكسو ديلي، وده تكريم لللمبة المشهورة اللي ظهرت سنة 1986 وبقت بعد كده الشعار بتاع بيكسار. وبما اننا جبنا سيرة ليكسو، الكرة الصفراء المشهورة اللي كانت معاه ظهرت برضه في كذا فيلم من بيكسار، وكمان ظهرت في الفيلم القصير المرتبط بذا انكريدبلز اللي هو جاك اتاك. بعد كده معانا إشارة لفيلم داي هارد. مستحيل تتوقع إن فيلم عائلي زي انكريدبلز يلمح لفيلم أكشن للكبار زي داي هارد، بس لما تفكر فيها جون ماكلين هو كمان بطل خارق بس من غير بدلة. جون ماكلين شرطة نيويورك، والفيلمين فيهم ممثل مشترك سامويل جاكسون اللي عمل دور تلجاوي في انكريدبلز، وكان كمان زيس في فيلم داي هارد. انكريدبلز بيقدم تحية خفيفة للدور بتاع جاكسون في داي هارد لما صبحي وتلجاوي بيخبطوا في محل مجوهرات، فبنشوف ظابط خايف بيصوب سلاحه عليهم، وهنا تلجاوي بيطلب يشرب حاجة علشان خاطر يخرجوا من الورطة، فبيقول لي أنا عطشان باخد لي مشروب. وده تقريبا نفس اللي حصل في مشهد توتر في داي هارد لما زويس رد على التليفون وسلاح موجه عليه. من الحاجات برضو اللي لاحظتها بعد كده اسماء الشوارع على الجي بي اس. في بداية الفيلم في ايستر ايجز بتظهر في لمح البصر على جهاز التتبع الجي بي اس بتاع مستر انكريدبل وهو بيتتبع مطاردة بسرعة عالية، وهنا لقى نفسه محاصر بشوارع كتير ممكن تكون سمعت عنها قبل كده. فالشوارع اللي ظهرت على شاشة الجي بي اس دي حقيقية فعلا وموجودة فعلا حوالين استوديو بيكسار للانيميشن في كاليفورنيا. مستر انكريدبل كان ناوي يمسك المجرمين حوالين بارك افينيو، وده نفس المكان اللي فيه استوديو بيكسار. فوارد جدا بيكسر تحتاج انها تعمل اتوبيس سياحي باسم مستر انكريدبل يلف الزوار على كل الاماكن اللي انقذ فيها المدينه حوالين ايميرفال. طيب برضو من الحاجات المهمه جدا الكود اللي يسمى A113. فالكود ده مش بس واحد من اطول الايستر ايجز اللي بيكسر بتحطه، ده كمان من اشهرهم في صناعه الترفيه كله. A113 هو اسم فصل دراسي في معهد كاليفورنيا للفنون، وده المكان اللي بدأ فيه كتير من طلبة التصميم والجرافيك ومنهم بنفسه مخرج الفيلم. فعشان كده طبيعي ان المخرج يخبي الكود بتاع A113 في تقريبا كل حاجة عملها، حتى كمان الحلقات اللي اخرجها في سيمبسونز. في انكريدبلز شخصية اوهام قالت رقم الغرفة اللي جوه المقر الغرفة A113. في تلميحة اذكى كمان لما زوجة صبحي كانت بتحاول تعرف جوزها فين، لقينا انه محبوس في المستوى A1 الزنزانة 13. فلما تجمع الاتنين مع بعض هتلاقي فعلا رقم A113. شفنا اللي عمله المخرج حركة حلوة برضه وصايعة. بعد كده برضه من التفاصيل المهمة ان مفيش زي ابطال زمان.
بعد ما العيلة الخارقة أنقذت المدينة شفنا راجلين كبار في السن بيشجعوهم وبيحيوهم. الراجلين دول اتصمموا على هيئة وأصوات اتنين من أعظم رسامي الأنيميشن في ديزني، فرانك توماس وويلي جوناستون. الاتنين كانوا من مجموعة التسعة الكبار بتوع ديزني وانضموا للشركة من أيام الثلاثينات واشتغلوا على فيلم سنو وايت والأقزام السبعة. فالاتنين دول بالفعل اشتغلوا على كذا فيلم زي بيتر بان وغيره من أفلام الأنيميشن بتاعت ديزني اللي جت بعدهم، وآخر حاجة كانت فيلم ذا فوكس سنة 1981. ودي مش أول مرة المخرج ده يكرم اتنين من أبطال الأنيميشن بتوعه، وقبل كده كمان هما كمان قدموا أصوات مهندسين قطارات في فيلم ذا ايرون جاينت العملاق الحديدي. كمان المخرج عمل إشارة خفيفة لفيلمه الأول في فيلمه التالي لما هالة بتقود الطيارة كانت بتقول كود الاتصال ده انديا جولف 999. ففي البداية ممكن تبان ان هي كود عشوائي، لكن خلي بالك انديا جولف دي نفس الحروف الأولى من ذا ايرون جاينت، أما 999 فدي إشارة لسنة 1999 السنة اللي اتعمل فيها ذا ايرون جاينت. برضه بعد كده لما بنشوف صبحي شبار وهو بيقلب في الجريدة لاحظ ان من العناوين في الجريدة مكتوب كارثة متوقعة في ظل أزمة كبيرة، وبالرغم ان العنوان ده ممكن يبان عادي انه في الحقيقة اكتر ذكاء مما تتصور. عنوان مشابه ظهر في صحيفة في فيلم ذا ايرون جاينت، ولما نرجع كمان بعيد عن كده هتلاقي نفس العنوان برضه في فيلم ليدي اند ذا ترام من ديزني. فنعتبر ان دي نكتة داخلية بتربط اكتر من فيلم انيميشن ببعض. بعد كده من الحاجات المهمة برضه في الفرح بتاع مستر انكريديبل وكمان الاستيجار، فاكيد خدت بالك ان دانا بتاعت الموضه كانت موجوده وكمان ريك ديكار، لكن ممكن تكون مفوت ان في ابطال خارقين تانيين كانوا حاضرين الفرح كمان زي مثلا ساندر هيد وكمان ميتا مان، كلهم كانوا موجودين عشان خاطر يحتفلوا بالجوازه السعيده دي. ولكن للاسف زي ما دانا شرحت بعدين كل الابطال دول ماتوا في وقت بدري بسبب اختيار غبي جدا في اللبس، زي مثلا العباءه اللي بتكون مع الابطال الخارقين. فدي كده يمكن تكون اهم التفاصيل اللي ممكن الواحد يلاحظها في فيلم انكريدبلز البارت الاول. وبس كده في النهايه لو عجبك الفيديو يا ريت تقول لي في الكومنتات عشان لو كده ممكن برضه اعمل تفاصيل حوالين الجزء الثاني من انكريدبلز.